وعشان ده اكتر حاجة اتطلبت مننا فقررنا اخيرا نقول لكم اسراره. البيتي فور التحفة اللي عمر ما حد بيختلف عليه. ألذ حاجة في نواعم العيد كلها. هنقول لكم ازاي يبقى دايب وناعم وريحته تقلب البيت كله. لازم تجربوه. 600 جرام زبدة 600 او 3 كوبايات ايهما اقرب. زبدة بحرارة الغرفة. 300 جرام سكر بودر يعني كوباية ونص. هنضرب لغاية ما تبقى كريمي. مش هنستخدم ايدينا، يا اما المضرب ده يا اما المضرب الكهرباء، يا اما العجان. احنا هنستخدم ده. واول ما يوصلوا للقوام الكريمي ده نوقف تقليب. كريمي وهش كده. هنبدأ نحط 3 بيضات. هننزل ببيضة وبيضة. اول وحدايه. وهنبتدي نضرب. مش بننزل بتاني بيضة الا لما البيضة الاولانية تختفي، ننزل بالتالتة. بعد ما وصلت بقى للشكل الكريمي ده تحفة يا جماعة. هننزل بحوالي كيلو دقيق تدريجي، بس هنحاول نحتفظ ب6 معالق دول على جنب. ننزل سنة عشان ممكن الدقيق يبقى بيشرب سمنة كتير، فلازم نخلي بالنا. الاسباتيولا كل شوية بتتفك، قلنا ايه نستخدم معلقة احسن. لسه محتاجة برضو شوية دقيق. واول ما توصل معانا للشكل ده اللي هي لسه كريمي برضو تقريبا ما اختلفتش عن شكل السمنه، هناخد تلت الكميه. اللي عايز ياخد النص ياخد. احنا بنحب الشوكولاته قليل شويه. احنا لحد دلوقتي نزلنا بحوالي 700 جرام دقيق، واحنا نسينا ان احنا نحط معلقتين لبن بودر، فاحنا حطيناهم دلوقتي. وهنحط كيس فانيليا وندي تقليبه. هناخد تلت الكميه نحطها في طبق لوحده. هننزل عليهم بمعلقتين كاكاو خام من غير سكر. طبعا احنا هنا منقصين الدقيق علشان لما نحط الكاكاو تبقى كل حاجه محسوبه بالظبط، فدي ناقصه دقيق. هنحط عليها التلتين حوالي 4 معالق دقيق كمان. يا ريت تستخدموا الكاكاو الاسباني، بيبقى احسن كتير وطعمه غني اكتر. وطعمه فعلا كاكاو. أيوة. التاني تحسي فيه داخل طعم الكيماوي سنه كده. مجمل الدقيق اللي احنا استخدمناه حوالي 900 جرام يعني حوالي 6 كوبايات. يلا بقى فقره التشكيل بقى. في كيس العجان بتاعنا ناخد ملعقه من العجينه. ملعقه معلقه من العجين. نفضي الهواء ونجيب لبلبه اللي احنا نفسنا فيها. لبلبه بلبله. نجيب الحديده دي اللي نفسنا فيها وناخد كده عاملين كده. اوعى مؤمن الحريف ماما. انا سعيد. مش متخيل، عارفه يعني انا بعمله وانت مبسوط وانا مستمتع. يا جماعه والله العظيم اقسم بالله هيفوتكم متعه رهيبه. لازم تقعدوا تعملوا الذكريات يا جماعه. الذكريات. خدي اعملي لك حبه هسيبك بمزاجي. البيتي فور غير الكحك خالص في التسويه، محتاج درجه حراره هاديه. تقريبا الدرجه هتبقى حوالي 180 يا دوب يلون في الرف اللي في النص ونطلع على طول. خدش حوالي 15 دقيقه كده. هناخد بقى ايه حته من هذا العجين التحفه اللي هو الابيض، وناخد حته اكبر شويه ضعف الكميه تقريبا من الشوكولاته ونفردها. هاخد الحته دي. عندي زغطه طبعا اللي بقى. المهم ناخد حته شوكولاته كبيره كده ونقوم ايه حاطين دي في النص كده سندويشه. ونقوم ايه عاملينها وناخد السندويشه نحطه بقى في النص كده. مدلعينكم احنا اشكال. بعد ايدك بقى في ايه؟ هو مين فينا الصغير الطفل؟ الام ماما دي. الام ماما. طب يلا تاني. ما بقدرش اقاوم الخدود اللي شبه قطع الفراوله دي. طب ماشي اشتغل يلا. عسل كده. والله العظيم لو قدي. الشكل تحفه اللي من اختراعنا. القمر ده شكل قمر. ده مش محتاج تزيين تاني. هو على كده. هو كده بس. على الفرن وهنكمل بقيه الحاجات نرجع بالاشكال بقى اللي انتوا عاوزينها ونرجع لكم. بعد ما طلعنا البيتي فور من الفرن بالشكل التحفه ده وسيبناه يبرد على الاخر، هنبتدي بقى نزينه. انا عايزاكم تشوفوا من قريب دي. يعني ممكن احط لها نقطه بس من الشوكولاته البيضاء في النص. بصي بقى الفخامه. استني أيوة. هخليها لك فخامه. كفايه على كده. طبعا احنا مش بنلزمكم بالطريقه دي. انتوا ممكن بقى الناس اللي بتحب المربى وتلزقهم في بعض، الناس اللي بتحبهم زي ما هم من غير اي اضافات، الناس اللي بتحب تغطسهم كده. كل واحد يعمل اللي هو عايزه. الشكل اللي تحبوه اعملوه. انا عن نفسي مش هدوق. قولي لي ليه؟ عشان كده حافظه. بس ناقص حاجه واحده، ان الناس دي هي اللي تدوق. بالظبط. هي اللي تعمل وانتوا اللي تدوقوا. بجد متعه في العمل واحنا بنعمله. احنا مستمتعين. طعم جامد. كل حاجه فيه متكامله. انت مش عارف قد ايه بهراني البلبله اللي مطلعه الشكل ده. بالظبط. قمر قمر قمر. انا مش محتاجه ازينه في حاجه. بالظبط. انا محتاجاه خفيف ولذيذ كده من غير افتكاسات بقى كتيره ولا اي حاجه. جربوه هتدعوا لنا وبجد امشوا على خطوات بالملي ان شاء الله هيطلع مظبوط جدا جدا جدا. وبالهنا والشفا قدامنا. عيد سعيد. دمتم سالمين.